يعني بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله، الماتش بيخلص 2-1 بالعافية. بالعافية بعد ما كان الأهلي مسيطر سيطرة كاملة في بداية الشوط الأول، وعامل ماتش محترم أمام الاتحاد السكندري. الماتش بيخلص 2-1 بالعافية. بالعافية. يعني 2-0، انت 2-0، انت عايز ايه؟ انت 2-0، يعني بدل ما تجيب الثالث والرابع ونخش بقى في فكره ان احنا نرجع تاني للثلاثات والاربعات بتاعتنا اللي احنا متعودين عليها. لا، احنا بيجي فينا جون بنتغفل في جون، وبعدها بما فيش بدقيقتين ثلاثه كده كنا هنتغفل في الجون التاني. بسم الله الرحمن الرحيم كده، انت بتسمي الله كده. يعني يا عم يسترب، بعد اذن سيادتك، بعد اذن سيادتك، الاهلي ما بيدافعش. مع احترامي ليك يعني، عشان نكمل مع بعض بشكل كويس، الاهلي ما بيدافعش. احنا قلنا ان انت ما بتحبش التيكي تاكا وبتاع والوان تو هات والقصه، وبتسلك الطريق الاسهل للمباراه عشان تعرف تجيب اهداف. بس الاهلي ما بيدافعش مع احترامي لحضرتك. انت الاهلي بقاله اخر ربع ساعه الاهلي واقف بيدافع. انا اول مره اشوف الاهلي متكتل دفاعيا قوي كده ورا في نص ملعبه، ومش عارف يهاجم، مش عارف يقطع كوره حتى، يعني مش عارف حتى يقطع كوره. وبسم الله ما شاء الله الله اكبر، انت منزل لي، انت اتطرد منك لعيب، راح تنزل محمد شكري اللي هو اصلا بقاله مش عارف كام شهر ما بيلعبش. وده يعني عايزين تركيز شويه يا جدعان بعد اذنكم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده، ده يعني يعتبر اول ماتش ليك في الدوري يا عم ترب. هنعتبره اول ماتش ليك في الدوري عشان يعني يظهر بالمنظر دوت. يعني انا عارف ان انت لسه جديد، والله انا عارف كل الكلام اللي انتوا هتقولوه، وعارف ان انا، لا انا ما بقيمش دلوقتي مدير فني خالص. خالص انا دلوقتي ما فيش تقييم لاي مدير فني. انا بس بتكلم في نقطه ان الاهلي ما حد يوصل له معلومه ان ما ينفعش الاهلي يقف كاشش ورا كده في نص ملعبه بيدافع، مش عارف يقطع كوره، مش عارف يقطع كوره. يعني مش يعني اقول ايه بعد كده؟ يعني ايه اللي يتقال بعد كده؟ ان الاهلي مش عارف يقطع كوره، مش عارف يقطع 10 اخر ربع ساعه في الماتش. مفيش، مش عارفين نقطع كوره، مش عارفين نطلع لقدام، مش عارفين نعمل اي حاجه. طاهر نازل تايه، عبد القادر نازل تايه، شكري طبعا طبيعي انه يبقى نازل تايه لان الراجل بقاله كتير ما بيلعبش كوره. فيعني يا ريت حد يوصل لتروب يا جدعان ان الاهلي مش النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي اللي يبقوا متكتلين دفاعيا كده واقفين في نص ملعبهم مش عارفين حتى يقطعوا الكوره. يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده يا عم يسترب، وسبحان الله لا اله الا الله. لازم تشوف حل في الدفاع، لازم تشوف حل في الدفاع، لازم يكون يعني لازم حد يمسك اللعيبه بتاعت الدفاع دي يكهربهم بقى، يمسكهم السلك عريان، اي حاجه. يعني يا عم ياسر الله يهديك ويخليك كده. الجون الاولاني ده بتاعك، يعني الجون اللي دخل فينا ده بتاع الاتحاد السكندري ده، انت تتحمله كامل متكامل، كامل متكامل. وخد بالك يا ياسر، انت الحوار ده بيحصل فيك كتير، واللاعب بيبقى في ظهرك وبيطلع قدامك وبياخد منك الكرة وبيحط هدف. اللاعب بيبقى في ظهرك وبيمد رجله من وراك ويلمس الكرة قبلك ويحطها هدف. فيا عم ياسر، يا عم ياسر، حد يقول لي ياسر يا جدعان، حد يوصل الرسالة دي لياسر ابراهيم. يا عم ياسر، خد بالك، خد بالك من اللي في ظهرك، خد بالك من اللي في ظهرك. خليك انت اللي سابق، وخليك انت الاسرع منه، وطلع الكوره. يعني طلعها بمبدا السلام يا عم، ركنيه، تماس، اعمل اي حاجه. مش عايزينك يا عم لا تسيطر عليها ولا تخرجها بشكل كويس ولا اي حاجه في الحاجات اللي زي ديت. احنا يا عم راضيين ان انت تطلعها ركنيه او تطلعها رمي تماس او تشتتها ان شاء الله حتى تشوطها عند الجماهير، بس ما تخشش في الجول. ما تبقاش بالمنظر ده. اللاعب ما يتفوقش عليك ويطلع قدامك ياخد الكره من قدامك ويحطها جول، او لاعب يمد رجله من وراك ويحطها جول. فيا ريت يا جماعه نركز في النقط دي. الماتش خلص 2-1 بالعافيه، مبروك للنادي الاهلي وجمهوره ولاعيبته وكل حاجه وزي الفل. بس ده مش منظر اخر ربع ساعه ولا اخر تلت ساعه تسد نفس اي حد، تسد نفس اي حد. ف يعني يا ريت كده، يعني الحمد لله كده، يعني ان المباراه عدت على خير وخلصت 2-1 بالعافيه بتوع الروح. يا ريت بقى ناخد بالنا بعد كده في اللي هو جاي فيما هو قادم، وما نبقاش بالمنظر ده، لان المنظر ده ما يرضيش ربنا يا عم ترب. انت راجل لسه جديد وفوق راسنا من فوق كلنا، وعارفين ان انت ما ينفعش تتقيم دلوقتي، وعارفين ان انت في لعيبه اصلا ما تعرفش اسمها. بس يعني بسم الله سبحان الله كده، المفروض نركز شويه وناخد بالنا من مذاكرتنا شويه للانديه اللي احنا هنلاعبها فيما بعد. يعني النادي اللي هنخش نلعبه بعد كده يا ريت ندرسه كويس، نتفرج عليه كويس، نعرف نقط ضعفه، نعرف نقط قوته، ونركز شويه في الشغل اللي جاي. وزي ما اتكلمنا في سلبيات نتكلم في ايجابيات برضو. زيزو ومحمد هاني واشرف بن شرقي كانوا منورين النهارده بامانه الله. محمد علي بن رمضان بيعمل اللي عليه في نص الملعب وبيتعب جامد. الراجل ده بيتعب جامد في نص الملعب.
بيعمل مجهود يعني رهيب، فبلاش نضيع مجهود الراجل يعني اقل واجب. محمد هاني كان بسم الله ما شاء الله النهارده فايق، زيزو كان فايق، بن شرقي كان فايق، ديانج نازل فايق. يعني انا هموت واعرف ديانج بيقعد دكه ليه ده مبدئيا يعني. فيا ريت نركز يا جماعه شويه عشان اللي جاي صعب. اللي جاي صعب، وعندك سوبر افريقي بقى في سوبر مصري قصدي في دبي، وقصه وحدوته يا عم ترب بالله عليك. وعندك ماتش يوم السبت في افريقيا مع ايجل نوار. فبسم الله الرحمن الرحيم كده نبدا خط نقطه من اول السطر، ونشوف بقى يعني نشوف ايه اللي جاي. يعني نشوف ايه اللي جاي. انت كنت بتلعب ايجل نوار من كام يوم، واكيد حافظها وعارفها. فانت محتاج بس تتفرج على ماتشين كمان ليها ولا حاجه، وتشوف نقط الضعف ونقط القوه، عشان خاطر ايه نعدي الماتش ده على خير، ونعدي بقيه الماتشات اللي جايه على خير. محدش هيسمي على حد. اللي هيقع ماتش خلاص شكرا، اللي هيقع ماتش خلاص شكرا. كله نازل سنن السكاكين. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم وعليكم السلام.